السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هندمس الفول بتاعنا. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونقول عملنا ايه في الفول. بصوا الفول بتاعنا يا حبايبي، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا الحباية فاتحة وجميلة ازاي. ده احنا كده لسه في الأول كمان ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، احنا جبنا مثلا نص كيلو من الفول البلدي ونقعناه من بالليل لحد الصبح. يعني ننقع الفول في مية من بالليل لحد الصبح، كده بيستوي اسرع والحبايه بتاعته بتنفش وبتبقى جميله بسم الله ما شاء الله وفاتحه زي ما احنا شايفين كده. تمام يا حبايبي، اهو بننقعه من بالليل لحد تاني يوم الصبح. بعد كده هناخده تحت الحنفيه ونغسله غسله كويسه جدا. اللون البني اللي في الميه ده من الفول، ده من غليان الفول. ده اللون البني اللي احنا شايفينه ده من الفول، من الغليان بتاع الفول. تمام يا حبايبي. اهم حاجة بعد ما بننقع الفول زي ما اتفقنا تاني يوم الصبح بنقوم شاطفينه شطفة حلوة كده تحت المية، ونبدأ نحط له مية نظيفة ونبدأ نحطه على النار عشان يبدأ يغلي. اول ما يغلي الفول بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، بنعمل ايه؟ بنجهز له ايه؟ بنجهز له شوية عدس زي ما انتم شايفين كده، طماطمايه كبيرة مغسولة طبعا ومتقطعة زي ما احنا شايفين، فصين توم، بصلاية كبيرة متقطعة. يبقى احنا هنحط ايه على الفول؟ هنحط عدس وطماطم وتوم وبصل، ونسمي بسم الله ونحط كل المكونات بتاعتنا ديت على الفول. تمام، ونقلب يا حبايبي. اهو هي دي المكونات اللي بنحطها على الفول. تمام، هنسيبه يغلي براحته ويستوي براحته. في معلومة هنا يا حبايبي مهمة جدا 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 لتدميس الفول، ايه هي؟ ان احنا ان شاء الله كل ما المية بتاعت الفول تبدأ تشرب او تنشف منه، لما نيجي نزود مية ما نزودش مية من الحنفية، لا نزود مية سخنة مغلية. ليه ميه سخنه مغليه؟ علشان الفوله بتاعتنا ما تسمرش وفي نفس الوقت تستوي بسرعه. لان اول ما نحط ميه من الحنفيه بيبتدي الفول يبدا يستوي تاني، من بيبرد بقى خالص ويبدا يستوي تاني من اول وجديد. انما لما نيجي نحط للفول بتاعنا نحط له ميه سخنه مغليه، يعني نغلي له ميه جنبه كده في البراد ولا حاجه ولا في حله ولا اي حاجه زي ما انت عاوزه، ونبدا كل ما يشرب نسقيه بالميه المغليه. حبايبي طبعا انا عندي الفواله اللي هي يعني في ناس بتسميها الدماسه، في ناس بتسميها الفواله اللي احنا بنحط فيها الفول، ولكن انا حبيت ان انا اعمله في الحله النهارده عشان بس اوريكم. الدماسه مش هتبين قوي طبعا لان العنق بتاعها بيبقى صغير فما بيبانش المكونات ولا شكل الفول عامله ازاي، فانا حبيت ان انا ادمسه لكم النهارده في الحله علشان اوريكم ايه المكونات واوريكم احنا بنعمل ايه. تمام يا حبايبي، خليكم معانا لحد ما اوريكم ان شاء الله احلى طبق فول زي بتاع المحلات، مستوي وفاتح واحمر وزي الفل. بصوا يا حبايبي، بصوا تحس ان الميه بدات تحمر شويه ازاي، بصوا تحس ان الميه فتحت ازاي مع لما حطينا العدس والطماطم والبصل والثوم، تحسوا ان الميه بتاعته فتحت خالص ازاي. اهو بصي المكونات بتاعته بقى لما كل ما بتستوي معايا كل ما الميه ما بتفتح وبيدي لون احمر كده كمان شويه، يعني بتحس ان هو محمر شويه. تمام، هنوطي عليه خالص عشان ما يفرش مننا ونغطيه. وما تنسوش يا حبايبي لما نيجي نزود الميه زي ما اتفقنا نزودها ميه سخنه مش ميه من الحنفيه. تمام يا حبايبي، ونكمل بقيه سوى الفول لحد الاخر خالص، وباذن الله ان شاء الله نغرف لكم احلى طبق فول وتشوفوه يا جماعه، وباذن الله يا حبايبي يعجبكم يبقى زي الفل ان شاء الله باذن الله. خليكم معانا لحد الاخر. بصوا حبايبي، بصوا حبايبي حبيت بس اوريكم الفول لما نقص. بصوا بقى عامل ازاي. دلوقتي احنا هنزوده ميه بتغلي زي ما اتفقنا. بصوا حبايبي اهو بسم الله ما شاء الله هو داخل على سوا والغيره بتاعه تقل خالص وجميل اهو، بس طبعا احنا لسه هنزوده ميه عشان يستوي كمان اكتر من كده بالزياده. تمام، هنا عندنا ايه؟ ادي اهو ميه بتغلي جنبنا في البراده اهي. هناخد الميه اللي بتغلي جنبنا ديت وهنصبها فين؟ وهنصبها على الفول. انا بعرفكم بس خطوه بخطوه. بصوا حبايبي هنا بعد ما زودنا الميه اهو زي ما اتفقنا الميه اللي بتغلي اهو رجع زي الاول. طبعا هو بسم الله ما شاء الله داخل على سوا، بس انا زودته ليه تاني؟ عشان يكمل سواه. زودته علشان القشره بتاعته انا مش عاوزه القشره تبقى ناشفه، عايزه القشره بتاعته تبقى كمان مستويه خالص بحيث لما اجي اهرسه يبقى ناعم خالص تحس ان القشره بتاعته دايبه معاه. تمام،
بصوا يا حبايبي الفول معانا بقى عامل ازاي. هنا وصلنا لمرحله ايه؟ ليمون. ادي نص ليمونه هنعصرها ونسقطها بحل. ما تخافوش، هنبقى نشيلها في الاخر واحنا بنغرف، مفيش اي مشكله خالص. تمام. وادي النص التاني بتاع الليمونه هنعصرها برده اهو ونسقطها بحل زي ما احنا شايفين كده. بعد ما حطينا الليمون نبتدي نقلب زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. خلاص الفول داخل على سوا والغرا بتاعه تقل اهو. اهم حاجه الفولايه تستوي جامد عشان القشره بتاعتها ما تبقاش ناشفه علينا اهو. ده التوم اللي احنا كنا حاطينه في الاول. بصوا يا حبايبي زي ما احنا شايفين. ودلوقتي يا حبايبي خلصنا احلى طبق فول زي بتاع المحلات بالظبط. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. وهنا معانا معلقه زبده صغيره اهوت وهو سخن كده هنبدا نقلبها عليه. بصوا ساحت فيه ودابت فيه ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي الفول. بصوا الفول وحلوياته وجماله. بسم الله ما شاء الله فاتح جدا ولونه احمر والغيره بتاعه جميل كمان. بسم الله ما شاء الله. بصوا وادي زبده. احلى طبق فول بالزبده ممكن تاكليه. بصي يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. بصي اول ما تهرسيه كده خلاص داب. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا حبايبي. ادي احلى طبق فول مدمس. ومعانا هنا بقى احلى تغميسه كده حاجه جميله لزوم الاكل. طبعا معانا عيش شامي من اللي احنا كنا خابزينه قبل كده وطبعا شفتوه في الفيديوهات قبل كده في الفيديوهات بتاعتنا. وشويه بقى خضار كده ليمونه هي على حسب لو حد عاوز ليمون ولا حاجه يعصر ليمون. بصلايه شويه فلفل قرن فلفل حراق خيارايه شويه حاجات كده ايه حبشتكنات يعني لزوم الايه طبق الفول الجميل. بصوا يا حبايبي بألف هنا وشفا. يا رب باذن الله فيديوهاتنا تعجبكم وما تنسوش اللايك والشير يا جماعه والاشتراك في القناه وباذن الله يوصل لكم مننا كل جديد. وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.